مرحبا يا بنات، اليوم جبت لكم اللون بني فاتح غزالي من الالوان المرغوبة والمطلوبة. كتير يحبون الالوان، درجات الالوان هذه. فاللون هذا يا بنات يناسب جميع البشرات، البشرة البيضاء والبشرة السمراء والبشرة الحنطية، يعني يناسب جميع البشرات. اول شيء راح نتكلم عن القاعدة اللي لازم نحط عليها اللون هذا. بالنسبة لاصحاب الشيب فهذا ما يغطي، اللون هذا ما يغطي الشيب، يعني صراحة ما يغطي الشيب. بالنسبة للشعر اللي نحط عليه اللون هذا، اذا شعرك بني طبيعي، يعني الشعر طبيعي، اول شيء راح نتكلم عن البنات اللي شعرهم طبيعي، وبعدين راح نتكلم مع البنات اللي شعرهم مصبوغ. تمام؟ شعرك طبيعي مثلا بني متوسط، بني فاتح، اشقر غامق، اشقر متوسط، هذه درجات شعرك، فاللون هذا راح يضبط على شعرك. تمام؟ راح ناخد الصبغة ونحطوها على شعورنا، لا ما راح نحتاج سحب ولا نحتاج تفتيح ولا نحتاج اي شيء. تمام؟ بالنسبة للبنات لأول مرة صبغوا شعورهم، اللون هذا راح يضبط عليهم. وكذلك بالنسبة للبنات اللي ما يحبون الألوان الجريئة، فجأة كده يصبغون كده من البنيات، من أرضية طبيعية إلى فواتح، شجرات، عسليات، زيتيات، فاللون هذا مرة حلو. فراح ناخد اول شيء صبغتنا. اول شيء راح ناخد علبة كاملة، تمام، من 12 17 اللي هي اشقر رمادي معدني سوبر. تمام؟ هذه هي علبة كاملة. اذا شعرك طويل خدي علبة كاملة، اذا شعرك قصير نقصي من الكميات. علبة كاملة 12 17 اشقر رمادي معدني سوبر. تمام؟ راح ناخده معاه علبة كاملة من 10 17 اشقر بلاتيني رمادي، 10 17 اشقر بلاتيني رمادي. العلبتين راح ناخدوهم بالتساوي، وراح ناخدو معاهم نقطة قد الحمص من المصحح الاخضر. تمام؟ هذا هو المصحح الاخضر، المصحح الاخضر ناخدو نقطة قد الحمص، يعني كده لا تكترون، عشان بس هذا نتفادى الالوان المزعجة اللي راح تيجي في الشعر. بعدين راح نخلط الخلط كامل كويس عشان ما يجينا مبقع في الشعر، خصوصا المعزز الاخضر لازم ينخلط كويس، يدمجوه كويس مع الصبغات. راح ناخدو الاكسجين 30. تمام؟ ناخد الاكسجين 30 قياس الصبغة قياس الاكسجين. تمام؟ ونحطهم على الشعر. كيف طريقة الصبغ هنا عشان ما يجيكم جزء فاتح وجذور فاتحة والاطراف نفس اللي تبغون. اول شيء راح نصبغ الشعر، راح نبعد 2 سنتي عن الجذور. تمام؟ لان الجذور بتكون حامية بسرعة، اللون فيها يضبط. نبعد 2 سنتي ونصبغ الشعر كامل وندمج الصبغة كويس. يا بنات اعطوا الصبغة للشعر، يعني لا تبخلون على شعركم بالصبغة. نخلوها في الشعر 25 دقيقة، بعدين نحطه على الجذور. لما نحطوها على الجذور نخلوها 10 دقائق بالكثير، 10 دقائق، اقل حتى من 15 دقيقة يطلع اللون يتوحد، ونغسلوا شعورنا مع ماسك وحمام زيت واللون كده يطلع حلو. اما بالنسبة للبنات اللي يبغون الارضية هذه بني فاتح غزالي ويبغون عليها خصل، مثلا خصل رمادية، تمام، قبل ما نحط الصبغة، او كذلك البنات اللي شعرهم بني والبنات اللي مسويين خصل وقد نزلت، حتى هم يقدروا يحطون الخليط هذا. بس دائما زي ما اقول قاعدة الشعر هي اللي تحكم في درجة اللون. اذا مثلا شعرك طبيعي راح يطلع لك نفس الدرجة، شعرك فاتح بني عسلي راح يطلع افتح من اللون هذا، بس راح يكون حلو. راح اتكلم مع البنات اللي يبغون يسوون خصل، يبغون نفس الارضية بس يبغون عليها خصل ذهبية او خصل اشقر رمادي. تمام؟ اول شيء راح نطلع الخصل حقنا بالقصدير او بالطاقية. تمام؟ راح نسحبها، نسوي لها السحب، البودرة الزرقاء مع الاكسجين 30، خلوها 45 دقيقة. نغسل الشعر. طيب، نشيلوا القصدير ونشيلوا الطاقية. راح ندمج الصبغة كاملة، يعني هنحط الصبغة على الأرضية وعلى الخصل،
بس راح نضيفه شو اسمه، راح نضيفه عليها المعزز الفضي، نص علبة او ربع علبة. اذا تبغين فيه لمعة الرمادي ربع علبة. اصلا الصبغة اللي عطيتكم الاشقر الرمادي ترى فيه رمادي اللي هو 1/7، والاشقر بلاتيني رمادي فيه الرمادي، بس راح نضيف ربع علبة من الفضي المعزز الفضي بس عشان يعزز لنا اللون. تمام. ونخلوه في الشعر 45 دقيقة. وحتى هو كذلك تبعدون عن الجذور، يعني صبغوا شعركم كامل. تمام. وبعدوا عن الجذور خلوها 25 دقيقة، ونحطوا الجذور لين تصير 30 دقيقة 35 دقيقة، وخلاص نغسل الشعر. راح يضبط معاكم اللون مرة حلو. الأرضية حتكون بني فاتح غزالي، والخصل راح تكون على الأشقر رمادي. أتمنى يا بنات إنكم تكونوا فهمتوني، وإذا أي لون تبغون أو أي استفسار فارسلوا لي على الرسائل. تمام. وأنا على طول بجاوب، يعني ما أتأخر ولا شيء. وشكرا لكم على المتابعة.